ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني في قناتي. وحشتوني جدا 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 جدا. فيديو النهارده ده انا بقالي كام مره اصوره وبعدين في الاخر امسحه تاني لان لسبب بسيط جدا. ان كل مره باجي اصور بلاقي ان صوتي شويه تعبان، وكان الدنيا مش متظبطه، فشويه الكيرف كان نازل بتاع الحاله النفسيه والطاقه، فما كانش ينفع خالص ان انا اطلع واديكوا طاقه سلبيه، لان انا واحده من الناس حابه ان القناه بتاعتي تبقى كلها طاقه ايجابيه وكلها حماس وكلها يعني حاجات حلوه كده ونشجع بعضينا. واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده حاجات مش لطيفه في حياته، فانا مش هبثلكوا الحاجه دي، مش هبثلكوا الطاقه السلبيه. فحابه القناه بتاعتي تبقى كلها طاقه ايجابيه بالناس اللي فيها. اولا طبعا انا شخصيا فرجعت لكم تاني والدنيا لطيفه خالص وكل نشاط، وعايزه اقدم لكم موضوع النهارده. يعني انا كان بعبع في حياتي، طبعا سوري في اللفظ، بس كان بعبع، كان عفريت بيطلع لي كل ما اجي احط ميك اب، ابص لنفسي في المرايه، اغسل وشي، اي حاجه، اي موقف في حياتي دايما عندي مشكله. السبب بسيط جدا، ان انا بشرتي دهنيه. كل او اغلبيه البنات اللي موجوده البشره الدهنيه ارق في حياتنا، دايما وشك بيلمع، دايما بيطلع دهون زياده انت مش عايزاها، يبوظ الميك اب، الميك اب بيسيح من وشك وبيختفي مجرد ما تحطيه، يعني عذاب. بس من النهارده ان شاء الله هقول لكم شويه حاجات كده، 10 حيل تجميليه هتظبطك خالص. البنات اصحاب البشره الدهنيه حبايبي حبايبي اللي في العالم بتاعي، تعالوا. ال10 نصايح دي صدقوني حيل هتخلي الدنيا بالنسبه لكم احسن. مش هتكلم كتير، كفايه المقدمه، خلينا نخش في الموضوع على طول. الحيله هنستخدمها هي التنظيف العميق للبشره. كتير مننا بيهمل قوي موضوع البشره، مع ان اول حاجه عشان خاطر تباني بميك اب احسن او ان بشرتك تبان صحيه اكتر هو التنظيف العميق. بس ما تقعوش في المشكله اللي انا كنت بقع فيها. انا كنت بستخدم غسول، اقول ان انا عايزه اشيل الدهون اللي في وشي كلها ووشي يطلع ناشف بعد ما اغسل وشي. ده غلط خالص، اوعي تعملي كده. الغسول اللي بينشف وشك مش بيسيبه مترطب او بيسيبه طري، هو بيشيل بزياده الدهون، وده بيخلي البشره تقول انا محتاجه دهون زياده، انتي دخلتيني في حاجه انا مش عارفاها، تبتدي تفرز دهون زياده علشان خاطر ترجع تاني للبالانس اللي هي كانت فيه. فاوعي تستخدمي غسول او سكراب يخلي وشك ناشف، دايما يبقى نضيف وكل حاجه بس شويه طري. تاني حاجه نستخدم زيت للوش. انا واحده من الناس كنت بقول كده، ايه ده زيت على الوش؟ انا بشرتي اصلا بتطلع دهون، هحط لها زيوت؟ يعني ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بشرتنا لازم تترطب. لو بشرتك اترطبت وخدت كفايتها من الترطيب صدقيني مش هتطلع زيوت، والميك اب هيثبت اكتر وهتديكي شكل احسن وتديكي دايما منظر طبيعي. فصدقيني بشرتنا محتاجه ترطيب. احسن مثال لزيت رخيص وجودته حلوه قوي وطبيعي هو الكوكونات اويل. انا عملت عنه فيديو مفصل عن الفوائد بتاعته، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف من تحت. كفايه قوي ان انت بعد ما تخلصي تشيلي الميك اب وانت رايحه تنامي، قبل ما تنامي بنص ساعه كده تحطيه على وشك، هتلاقي تاني يوم وشك ريفرش وناعم جدا ومترطب، مش هتحتاجي حاجه تاني. اوعوا تحطوه قبل الميك اب، اديني بقول اهو، اوعوا تحطوه قبل الميك اب، ده ما ينفعش مرطب قبل الميك اب، ده هيشلك الميك اب مش هيثبت الميك اب. تالت حاجه وبرده دي خطا انا يعني طول عمري كنت بقع فيه، اللي هو حطي مرطب قبل كريم الاساس. انا واحده من الناس كنت بقول انا اساسا وشي بيطلع دهون فهو هيعمل كمرطب، فمش هبقى محتاجه ان انا احط مرطب من بره. غلط غلط غلط، لازم بشرتك تبقى مترطبه ومتجهزه كويس قوي قبل الفاونديشن. ترطيب البشره بيخليها تبان احسن في الفاونديشن، بتخليها ما تبقاش محتاجه ان هي تشرب من الفاونديشن علشان خاطر تعوض النقص في الترطيب اللي عندها. رابع حاجه عشان خاطر اثبت الميك اب بتاعي اطول وقت. طبعا احنا عارفين ان بعد ما نحط الكريم الاساس بيجي دور البرايمر. احنا مش هنتكلم في دور البرايمر لان هو ده لازم للبشره الدهنيه تحطي برايمر. اللي هتكلم عليه ان انت بعد ما تحطي البرايمر نحط فيكس بلس او نحط اي مثبت ميك اب على البرايمر. طيب بمنتهى البساطه ليه بنعمل كده او ليه انا عملت كده؟ البرايمر الوظيفه بتاعته ان هو اول حاجه بيبقى عازل بين بشرتك وما بين كريم الاساس، فما يبقاش التعامل بينهم مباشر فما يسببش ضرر لبشرتك. يقفل المسامات علشان تبان شكلها اصغر على الفاونديشن.
لو انتي مختاره برايمر كويس هيبتدي يقفل المسام بتاعتك، يمنع الدهون انها تطلع. لو في حاجه طلعت انا برش مثبت الميك اب بتاعي علشان خاطر يبقى بارير تاني او يبقى عازل تاني بين بشرتي وما بين الفاونديشن، فيقلل من شويه اللمعان بتاع الدهون، هو اصلا يقلل الدهون ان هي تطلع وفي نفس الوقت يثبت الميك اب. فاي مثبت ميك اب تستخدميه بتاع ماك، بتاع نيكس، ميه ورد، اي حاجه بتثبتي الميك اب بتاعك استخدميها بعد البرايمر بتاعك. خامس حاجه هقول لكم عليها، ودي للبنات اللي بتلاحظ هنا عند منطقه مناخيرها او التي زون عامه بعد فتره ما تحط ميك اب بتلاقي الحته دي كلها وكمان عند خدودنا الميك اب متزحزح من عليها او متشال من عليها. بتلاقي ان بشرتك الميك اب شاربه الميك اب وفي نفس في حتت كده فرق بين وشك وما بين الميك اب، يعني زي ممسوح كده. كمان لما بنسند مثلا هنا وتلاقي الحته دي مثلا ما فيهاش ميك اب خالص عن وشك، علشان خاطر تتجنبي الوضع ده حطي برايمر بتاع نيكي على الحته دي. وات ايفر بتستخدمي ايه، بتستخدمي كونسيلرز، انا بستخدم ماك سوفت اوكر، بحطه على عيني، بحطه على منطقه التي زون وعلى الحته دي وبدمجه كويس قوي بعد الفاونديشن كانه كوريكتور او كاني بحط حاجه اصلح بيها العيوب، بس ده بيبقى بيز تاني لوشي علشان خاطر الحتت دي اكتر حتت بتبقى اويلي فيها وبتطلع الدهون بتاعتها وفي نفس الوقت بتاكل او بتشرب الفاونديشن فيبان بوطش في وشك كانك مش موزعه كويس. سادس حيله هقول لكم عليها او هي نصيحه، تجنبي الفاونديشن اي حاجه غير المط. المط هو صديق البشره الدهنيه، الدوي او اللي بيدي شير او اللي بيدي جلوي او اي حاجه بتدي لمعه في الوش، دهون وشك هيلمع مش لطيف خالص، مش هتحبي شكلك. امثله للفاونديشنات للبشره الدهنيه طبعا استي لودر الدبل وير، انا بس مش جنبي دلوقتي مش عارفه اوريها لكم، بس هطلع لكم صورته على الشاشه. كمان ماك اللي هو اسمه ستوديو فيكس فلويد، ده برضو حلو قوي البشره الدهنيه، انا بستخدمه بيبقى شكلي جميل جدا. ده بالنسبه للحاجات الغاليه. بالنسبه للماركات اللي ارخص من لوريال انفاليبل 24 اورز، ده المط اللي هو في العلبه اللي شكل كده، ده اللي هو المط. التلاتة دول يعني من المفضلات عندي للبشره الدهنيه، في حاجات تانية بس دول التوب بصراحه. لو حابين اعمل لكم على احسن 5 فاونديشنات عندي للبشره الدهنيه قولوا لي في الكومنتات تحت وانا اعمل لكم فيديو مخصوص عشانهم، كونسيلر والحاجات دي كلها، بس قولوا لي في الكومنتات تحت. سابع تريكه انا هقول لكم عليها هي بعد ما بحط البرايمر بتاعي، انا دلوقتي حطيت البرايمر وحطيت الماك فيكس بلس وبعدين حطيت الفاونديشن بتاعي. اول حاجه بغسل ايديا، انا باكد على اغسل ايديا عشان ما ننقلش البكتيريا لوشنا، بغسل ايديا وبعدين بضغط بصوابعي كويس قوي وبركز الضغط على منطقه التي زون بتاعتي. بمختصر المفيد الحركه دي بتعمل ايه، انا دلوقتي حطيت البرايمر كعازل بين بشرتي وبين كريم الاساس، وكمان حطيت عليه السيتنج سبراي بتاعك او مثبت الميك اب بتاعي، فانا لما اجي احط بعد كده الفاونديشن هحس ان هو شويه مش واصل لبشرتي او مش متعمق قوي، مش متثبت قوي. فانا اما بضغط كده بايديا ببتدي ان انا ادخله شويه واثبته مع مع البرايمر وكمان مع المثبت المكياج بتاعك ويثبت اكتر على البشره. تامن تركه بعد كده معايا وهي لما باجي اثبت الميك اب بالبودره، بستخدم عندي بودره الاسبونجه بتاعتي، اي سفنجه عندك، ببتدي اخد من البودره وابتدي اضغط كده. في بنات بتستسهل مثلا وتاخد الفرشه وتعمل تنطر كده على وشها كله بالبودره، هو هيثبته يعني هيثبت الكريم الاساس بالبودره بس مش هيثبته وقت طويل، مش هيمنع ان الميك اب يسيح على وشك. طريقه الاسبونجه دي صدقوني انا مجرباها عن تجربه، مجرد لما باخد الاسبونجه وابتدي احطها وابتدي اضغط كده اهو بالسبونجة على الاماكن اللي انا عاده ببقى فيها اويلي بزياده، مثلا التي زون هنا وعند الخدود وكمان عند الدقن، ولو عايزه كمان تثبتي بقيه وشك
مفيش مشكله. الضغط ده بيبتدي بدخل البودره بالفاونديشن على بشرتي، ببتدي ادخلهم جوه قوي، فبيبتدي يثبت معايا وقت اطول. فما تستخدميش الفرشه في تثبيت البودره، استخدمي اسبونجه مبلوله، صدقيني هتلاحظي الفرق. ساعات لما يبقى عندنا مناسبه وحابه ان انا باخد البودره معايا علشان خاطر احط تاتشات على وشي، الغلطه اللي البنات بتعملها ان هي بتاخد بودره ملونه، او ان هي بتاخد كريم اساس، بودره كريم اساس او بودره فيها لون، وتبتدي تحط. دلوقتي انت وشك ابتدى يعرق، ابتدى ياخد شويه من الفاونديشن ده، غير ان هو اصلا الفاونديشن بيتاكسد بعد فتره من ان انت حطيتيه فلونه بيتغير. فانت لما مثلا وشك اتغير نقص درجه او درجتين، وكمان وشك شرب اللي شربه عشان تبقى بشرتك دهنيه، وتبتدي تاخدي درجه الكريم الاساس بتاعتك وتحطيها البودره على وشك، بمعنى الكلمه وشك مبطش. اول ما تروحي البيت بصي في المرايه، ايه ده، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ لما تحبي تثبتي تخلي معاكي بودره ترانسلوسنت باودر، تخلي معاكي بودره ترانسلوسنت او شفافه، مش لازم تكون لوز باودر، ممكن تكون مضغوطه بس شفافه اللي هي او البيضه اللي ما بتديش لون، بس بتثبتي بيها الميك اب وتعملي تاتشات للميك اب بتاعك من غير ما تبقعي وشك بلون تاني انت مش عايزاه. طبعا بتاعت لونا مارسيه، ده بالنسبه للوز باودر. انا بستخدم بتاعت ريميل برضو اللي هي اللوز باودر. بالنسبه للكومباكت في اللي هي المضغوطه بتاعت ريميل، منزله بودرتين ستي مات وكومبلكس. عاشر حاجه هكلمكم عليها النهارده وفي بنات كتير عارفاها هي البلوتينج بيبر، او اللي هو الورق بيبقى عامل زي ورق الزبده في مربعات كده، هو بس مش جنبي دلوقتي، انا ممكن اطلع لكم صورته على الشاشه. بيبقى عباره عن ورق بتبتدي تاخديه، وفي الاماكن اللي حاسه ان فيها دهون طلعت او عرق زياده تبتدي تضغطي بالورق كده على وشك، يبتدي يمتص الدهون الزياده ويطلع لك المظهر الحلو اللي انت عايزاه. يعني انا دي شويه، لو انت عملتي كل اللي احنا قلنا عليه اللي فات ده كله ممكن شويه ما تحتاجيش الورق اللي في الاخر ده. ال10 نصايح خلصوا. انا بس حابه اقول حاجه، مش مشكله ولا معضله ان انت بشرتك دهنيه، انا كمان بشرتي دهنيه، هنعرف نتعايش مع الوضع، هنعرف نتحايل عليه، هنعمل تريكات علشان خاطر نعدي الدنيا. والشركات بتنزل لكل بشرة الفاونديشن بتاعها والبودرة اللي بتمشي معاه، فصدقيني الموضوع مش مشكلة خالص، احنا بس محتاجين نجرب حاجات على وشنا، نشوف انهي اكتر حاجة وشنا مرتاح له واكتر حاجة ماشية معانا. معلش لو كنت طولت عليكم، بس صدقوني الفيديو ده مفيد جدا جدا جدا، بنات كتير طلبته. العناية بالبشرة الدهنية مش حاجة سهلة خالص، كون ان بشرتك دهنيه دي حاجه مش سهله بس مش معضله. اتمنى يكون فدتكم واتمنى تكونوا حبيتوا الموضوع. لو حابين السلسله دي بتاعت البشره الدهنيه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، معلش انا كل مره بقولهم بس فعلا فعلا هيفرق معايا. شير للفيديو عشان خاطر بنات تستفاد. البشره الدهنيه عامله معضله لناس كتير، خدي ثواب البنات دي وشيري الفيديو، وما تنسوش تدوسوا على سبسكرايب لو انتم ما اشتركتوش في القناه بتاعتي، او اشتراك في المستطيل الاحمر اللي تحت الفيديو علشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والانستجرام، هسيب لكم الفيديو واللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن بوكس، الاتنين باسم ميك اب باي فانا. بس حبايبي اشوفكم الفيديو اللي جاي، باي.